بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما راكم تشوفوا يا البنات راني جبت لكم سفنج بالفارينة، حاجة يعني بدون عجن، يعني ويوجد لك في وقت قصير، حاجة توجديه من القهوة مع العشية كما حبيتي، يعني يوجدوا لك في يعني في وقت قصير. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا وتشوفوا الخطوات اللي راني استعملتهم. نروحوا لطريقة التحضير. هنايا كيما راكم تشوفوا راني جبت ربع كؤوس تاع الفارينة، انا درت المكيال هذا اللي مداري نكيل به، ربع كيلات فارينة. هنايا كيما راكم تشوفوا مغرفة ماشي كبيرة كبيرة بزاف، يعني تاع الخميرة تاع الخبز، ومغرفة صغيرة تاع السكر. يعني كاين اللي ما يضيفش السكر بصح يعني باش يعني كيما يقولوا يفرصلنا في العملية تاع التخمار. هنايا كما راكم تشوفوا راني نستعمل الماء الدافي، يعني ما استعملتش ماء بارد، استعملت ماء دافي، دفيت الماء واستعملته. هنايا العجين دالي 2 كيسان ونص يعني تاع الماء. يعني الاول نبداو هكذا نحطو غير بالعقل بالعقل الماء حتى يعني نحصلوا على عجينه شويه تكون مطلوقه. يعني هنايا راني برك كما يقولون نشمخ في الفارينه نتاعي. ها كيفاش راكم تشوفوا راهي تلصق في اليد. وهنايا يعني قبل ما نخلص ضفت لها مغرفه صغيره تاع الملح، يعني الملح ما ضفتهاش في البدايه، ضفتها في النهايه، وندخلها مليح مع السميد، مع الفارينه. وهاوديك يعني القوام ديالها تجي شويه مطلوقه. هنايا ندهنها شويه غير بشويه زيت ونخليها تخمر. يعني هنايا الخمير خليتها 25 دقيقة باش يعني خمرت. يعني تقدري تحطيها حتى لساعة مادام يعني الحال تاع الشتا دروك بارد الحال. يعني سورتو كي يكون الإنسان تكون الكوزينة نتاعو باردة، يقدر يعني يستعمل يخليها حتى لساعة. وهنايا كيما راكم تشوفوا جيت هنايا ديغازيتها، نحيت لها لي غاز هادوك، ويعني غير يعني بيدي هكا، يعني ضربتها شوية غير باليد. يعني وتقدري تخمريها عفوا شحال خطرة، تقدري يعني تخليها تخمر وتهبطي لها الخمور تاعها يعني حتى 3 مرات، يعني باش يجيك يعني السفنج تاعك يجي يعني يجي شباب، يجي بدون يعني ما تعجنيه وما تضلي تضربي كيما راني نضرب هكذا. هنايا كما راكم تشوفوا جبت سنيوة، يعني دهنتها بشوية الزيت، يعني دهنيها شوية بالزيت باش ما يلصقلكش العجين تاعك كي تحطيه. ونروحو هنايا نجيو هنايا نقطعوا يعني السفنجات تاعنا على حسب الحجم اللي تحبيه، تقدري ديريهم كبار، تقدري ديريهم صغار. انا قطعتهم بهذا الحجم وجاوني الله يبارك كما راكم تشوفوا، يعني شحال نحبه جاتني. هنايا نروح للسطح اللي راح انا نخدم عليه. جبت هذه اللوحه تاعي، هي ندهنها بشويه الزيت باش يعني يتمشى لك العجين وما ما يلصقلكش في يدك، وتبدا تحلي فيه بيدك. يعني بدل ما تحليها هكا باليد هكذا، حليها فوق السطح خير، تجيك سهله. وهنايا يكون الزيت تاعنا يعني تخليه يسخن مليح مليح باش كي تحطيهم يعني ما يطلعوا لك بالخف. وتقدري هنايا تاني تديري لهم فتحه في الوسط، انا درتهم سامبل ما فتحتهمش، انتي تقدري تفتحيهم غير بيدك، تحلي ديري فتحه في الوسط. وهنايا كيما راكم تشوفوا تشيري لهم الزيت غير بالعقل باش يطلعوا. هاي اللي كنبداو يطلعوا. يعني ومن الأحسن يكون الزيت غزير، يعني يكون بزاف باش يعني كي تحطيهم يعني بالخف يطلعوا ومامطو بالخف يطيبوا. يعني ومن الأحسن ما نستعملوش 2 مقلات، وعلى 2 مقلات مقلة وحدة كافية بالغرض. يعني كاين بزاف اللي يستعملوا يديروا 2 مقلات، المقلة الأولى والمقلة الثانية، وهي نفسها يعني طريقة واحدة، يعني في الأخير يعني نفس الحاجة.
وهكذا نكمّلوا كامل السفنجات تاعنا، يعني نفس الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. يعني طيبيه من الجهة لتحت، زيدي لهم من فوق، لي بلاص اللي تشوفيهم ماهمش طايبين تقدري تزيدي لهم هكا الزيت كيما راني ندير، يعني حتى الزيت يقدر يحمّرهم. وهاوليك بعد ما يعني كمّلت السفنج تاعي كامل، والله صدقوني غير جاو يعني يعني واش تحطيهم في الفم يعني بالخف يعني يتنوكلوا، يعني ما تقوليش حاجة يعني عاصية ما تقدريش تاكليها ولا غير جاو روعة، ما شاء الله جاو خفافين. إن شاء الله يعني تجربوهم لأنهم يعني طريقة سهلة، عطيتكم أبسط طريقة، يعني ماشي حاجة يعني صعيبة. نقول لكم بقاو على خير ومع السلامة.